في بطولة مدرسية لكرة السلة. كان في فريقين بيلعبوا ضد بعض. الفريق الأول اسمه فريق المدرسة، وأعضاؤه يعني أفضل 5 لعيبة في المدينة. كل واحد نجم مشهور، وكل واحد جاي عشان يثبت إنه الأحسن. في الملعب كل واحد بيلعب لوحده، مفيش تمريرات، مفيش خطط، مفيش مساندة. النتيجة خسارة كبيرة. الفريق التاني برضو اسمه فريق المدرسة، لكن الوضع مختلف. لاعبيه أقل في المهارة الفردية، لكنهم بيلعبوا بروح واحدة. كل هجمة فيها تمريرات مدروسة، كل دفاع فيه مساندة، وكل نقطة بيسجلوها بيحتفلوا بيها سوا. النتيجة فوز ساحق. الاتنين اسمهم فريق، لكن واحد منهم كان في الحقيقة مجموعة، والتاني كان فريق حقيقي. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه النهاردة. إيه الفرق بين المجموعة والفريق؟ وليه الاسم مش كفاية والمبادئ هي اللي بتصنع الفارق؟ جاهز؟ يلا بينا. سؤال في دماغي بيلف ويدور، عايز إجابة مش بس مرور. كل فكرة تفتح باب جديد، في دماغنا دايما حلم بعيد. أهلا بيك معانا في سؤال في دماغي. سؤال النهاردة بيقول: ما الفرق بين المجموعة والفريق؟ الموضوع يبان بسيط، لكن بصراحة في عمق كبير. خلينا نبدأ بالأساس. إيه هي المجموعة؟ المجموعة زي ما القصة وضحت كده هي يعني تجمع أفراد لسبب معين. ممكن يكون هدف عام، زي مثلا الناس اللي راكبة طيارة واحدة رايحين نفس المكان، بس العلاقة بينهم سطحية، مفيش اعتماد حقيقي على بعض عشان الهدف يتحقق. كل واحد بيوصل لوحده أو بيستفيد بشكل فردي، التركيز كله على الأنا. فهمتك، يعني كأن كل واحد ماشي في خط لوحده حتى لو الوجهة مشتركة. طيب وإيه بقى اللي بيخلي الفريق مختلف زي الفريق التاني في حكاية السلة دي؟ الفريق لأ، كيان تاني خالص. الأفراد هنا مش بس متجمعين سوا، دول مرتبطين ببعض، ليهم هدف واحد واضح والكل مقتنع بيه. والأهم بقى الأدوار متكاملة، كل واحد ليه حتة بيكمل بيها الصورة الكبيرة. نجاحهم بيعتمد على الكل مش على فرد واحد. زي الأوركسترا، ما ينفعش كل واحد يعزف لوحده، لازم الكل يمشي على نفس النوتة عشان تطلع مظبوطة. النجاح هنا للإحنا. تمام قوي. طب خلينا ندخل في تفاصيل أكتر. إيه أبرز الفروقات اللي تخلينا نميز بينهم بوضوح؟ في المجموعة كل واحد عايز يبرز نفسه زي فريق النجوم الأولاني، إنما في الفريق الهدف واحد ومشترك والكل ملتزم بيه بنفس الدرجة، المكسب للكل والخسارة على الكل. وده أكيد بيأثر على طريقة تحمل المسؤولية، صح؟ بالظبط، ودي النقطة التانية، المحاسبة والمسؤولية. في المجموعة كل واحد مسؤول عن شغلته بس، لكن في الفريق المساءلة فردية عن دورك وكمان جماعية عن النتيجة كلها. يعني لو حتة في الشغل وقعت، الفريق كله بيعتبر مسؤول يلاقي حل، مش بس الشخص اللي كانت مسؤوليته المباشرة. والتواصل كمان دايما بنسمع إنه أساسي. طبعاً التواصل ده عامل حاسم. في المجموعة الكلام رسمي ومحدود على قد الحاجة وخلاص، إنما الفريق عشان ينجح فعلاً لازم التواصل يكون مفتوح وصريح ومستمر. والأهم من ده كله إنه يكون مبني على الثقة، عشان الناس تقدر تقول رأيها بصراحة حتى لو مختلف. الثقة دي بتفرق كتير في حل المشاكل أكيد. جداً، بتخلي حل المشاكل أسرع وأحسن. النقطة الرابعة والمهمة برضو هي الرؤية. الرؤية؟ إزاي؟ المجموعة ممكن يكون عندها فكرة عامة، عايزين ننجح مثلاً، كلام عام كده. لكن الفريق الحقيقي لازم يكون عنده رؤية واضحة محددة وبتلهم الناس. زي مثلاً عايزين نكون أحسن شركة في السوق خلال 2 بتقديم خدمة عملاء استثنائية. الرؤية دي هي البوصلة. كل ده بيخلينا نفهم ليه بنحس إن طاقة الفريق مختلفة. ليه الفريق بيبقى أقوى؟ كأن 1+1=3. بالظبط كده. القوة دي بتيجي من كذا حاجة. أولاً الطاقة المشتركة دي، الحماس والتعاون بيولدوا طاقة مضاعفة. ثانياً الدعم النفسي بين الأعضاء، لما حد يقع بيلاقي اللي يسنده، ده بيخليهم يعدوا الصعوبات أسرع. وكمان تنوع الخبرات والأفكار، ده بيحلي الحلول اللي بتطلع مبتكرة أكتر. طيب افرض في مجموعة، يعني كيان شغال حالياً كمجموعة، وعايزين يتحولوا لفريق حقيقي. إيه الخطوات العملية؟ التحول ده مش سهل، محتاج شغل ووعي.
بس في خطوات أساسية. أولاً لازم الكل يتفق على رؤية وهدف مشترك يكونوا فعلاً مؤمنين بيه. ثانياً تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح شديد، كل واحد يبقى عارف دوره ودور غيره وإزاي بيكملوا بعض. ثالثاً بناء قنوات تواصل فعالة ومفتوحة وتشجيع الصراحة. رابعاً ودي بتاخد وقت ومجهود، بناء الثقة المتبادلة، دي بتيجي بالالتزام والشفافية والمواقف. وأخيراً الاتفاق على مبادئ وقيم مشتركة الكل يمشي عليها وتحكم التعامل بينهم. يعني الموضوع أعمق من مجرد اسم أو هيكل تنظيمي. بكتير. الفريق مش مجرد اسم على ورقة أو صورة في اجتماع. الفريق هو علاقات عميقة كعيلة، ورؤية واحدة ومبادئ واضحة، ورحلة الكل فيها بيكسب أو يخسر سوا. وفي النهاية مهم نفهم إن الفريق مش بيتكون في يوم وليلة. حتى أقوى الفرق اللي بنشوفها في الرياضة أو الشركات ما بدأوش متناغمين من أول يوم. الفريق بيمر بمراحل، من التعارف للصراع للتفاهم لحد ما يوصل لأعلى درجات الأداء والتناغم. وده معناه إن لو فريقك لسه في بداية الطريق أو بيواجه صعوبات ده طبيعي. المهم نعرف إزاي نعدي المراحل دي ونوصل للقمة. وعشان كده الحلقة الجاية هتكون مخصصة بالكامل عن مراحل تكوين الفريق، وهنتكلم بالتفصيل عن كل مرحلة وإزاي نتعامل معاها علشان فريقك يوصل لأعلى مستوى من التعاون والإنجاز. خليك دايماً فاكر إن الفريق الحقيقي بيتبني. وده كان سؤال النهاردة. لو الكلام فرق معك أو حسيت إنه ممكن يساعد حد تاني، شاركه مع اللي بتحبهم، ويمكن السؤال ده يكون سبب في تغيير كبير في حياة حد. ولو عندك سؤال دايما بيجي في دماغك ومش لاقي له إجابة، اكتبه لنا في التعليقات، يمكن يكون هو سؤال الحلقة اللي جاية. استناني في سؤال جديد من سؤال في دماغي.